أهلا بكم من جديد وطاب مساؤكم بكل خير. كابتن ياسر، هل كانت النتيجة عادلة في الشوط الأول من هذه المباراة؟ شوف، الأفضلية كانت يعني نسبيا في البداية لريال مدريد، وكان يعني قاب قوسين أو أدنى من التسجيل، ولكن هذا ما يحصل في مثل هذه المباريات، يعني في المستوى هذا الفرق الكبيرة عندما تضيع الفرص تستقبل الأهداف. وأكبر الأخطاء، شوف تحرك جوارديول، يعني المشكلة إنه جوارديول من مسافة بعيدة يطلب الكرة. هو الخطأ أنا بالنسبة لي هو يتحمله كامافينجا كان يجب إنه يتابع وتغطيته مع جوارديول. أضاع الريال فسجل السيتي، لكن أيضا يحسب على الريال أنه أضاع بعض الفرص المحققة للتسجيل. لكن مباراة مثل هذه محمد لا تحتاج أنك يعني يجب أن تسجل في أقل عدد من الفرص. وهذا اللي حدث لفريق السيتي، من فرصتين سجل منهم هدف. الريال مدريد تقريبا 5-6 فرص من لم يسجل هدف. الفرص هذه ممكن ما تجيك في الشوط الثاني، لأن كان عندك فرصة 15 دقيقة الأولى 3 فرص، ثم فرص مبابي، رودريغو، فينيسيوس، كل ما ضاعوا عدة فرص. المباراة هذه لا تحتاج لهذه كل الفرص لكي تسجل هدف محمد. هناك الضغط، والهدف اللي سجلوا فريق هنا شوف تحرك محمد. أول هو اللي يلعب الكرة جوارديول اللي لعب هالاند، ثم المسافة اللي قطعها تكلم عليها ياسر. هنا ياسر حمل كامافينجا مسؤولية هذا الهدف. كامافينجا المفروض جرى في ظهر الجميع جوارديول. صحيح. لا حتى شوف حتى موقع تشواميني المفروض هو قلب دفاع لازم يكون في لا يخرج من منطقته. التحرك وراء المهاجم دائما اللاعب الوسط يعطيك القيمة الإضافية في عملية التحرك، في عملية طلب الكرة، لأنهم دائما يأتون من الخلف بدون رقابة وبدون أي شيء، وهذه سهل أكثر مأمورية على فريق على السيتي اللي ربما أنا في اعتقادي نجح، لأنه في فرصتين سجل هدف. شوف هنا لم يكن تسلل، وضع الكرة بشكل ممتاز للاعب هالاند. أنا جوارديول أحسن لاعب في السيتي هذا الشوط، لكن ومن نجوم موسم لكن من القلائل المتألقين طوال هذا الموسم. الريال مدريد أضاع أقل شيء تعادل، وأقل شيء كان يخرج هدفين 3 أهداف هذا الشوط. جريليش كان له الدور الأكبر مع جوارديول في هذا الهدف، لكن بعد خروجه شعرنا بأن السيتي أصبح أفضل، وأن فودن كان له دور إيجابي بشكل كبير جدا في فريق السيتي. طبعا لما تشاهد فريق ريال مدريد الجهة اليسرى دفاعيا هي الأضعف، جهة مندي، يعني اللعب على مندي يكون أسهل في تواجد لاعب سريع عنده حلول جيدة. هذا موجود لما أصبح فودن إلى جانب دي بروين في الجهة. موجود دي بروين، أصبح هناك العمل أكثر، وهناك في ضغط أكبر على مندي، لأن العملية المساندة الدفاعية من فينيسيوس قد تكون غير موجودة، ولذلك غالبا 2-1 تعب مندي في انه يغطي على لاعبين، فكانت مشكله كبيره جدا. لكن نتكلم الى الشوط الاول في عمل العب ظهر لخلف مندي، تكون هناك في مساحات لعمليه تسديد، تمرير، او حتى الدخول والعمل الدبل باس مع هالاند كراس حربه. تنظيم دفاعي بالنسبه لفريق ريال مدريد نعم، لكن ليس هناك في اجاده لهذا التنظيم او جوده لهذا التنظيم بصوره ادق، فبالتالي خروج الكرة إلى الأطراف كانت صعوبة على فريق ريال مدريد. جانب آخر وجانب مهم جدا في الشوط الأول انقسم إلى قسمين. ما قبل الهدف تقريبا ربع ساعة لفريق ريال مدريد كان ممكن أنه يسجل هدف، لكن أنا ودي أرجع إلى هدف، وهي مشكلة أنشيلوتي مع ريال مدريد، وخصوصا في مباراة الشوط الأول ظهرت بصورة كبيرة جدا. الهدف، فريق ريال مدريد أسوأ فريق يضغط على فريق المنافس. شوف الضغط عشوائي، لا يوجد هناك في تنظيم، لا يوجد هناك في كثافة عددية في عملية الضغط. اللامركزية الموجودة في فريق السيتي عطت مشاكل كثيرة جدا. جوارديول من ظهير إلى رأس حربة تحول، وبالتالي لا يوجد هناك في متابعة للاعب. هذه الحالة تكررت أكثر من مرة وأكثر من موقف، وبالتالي كان هناك في أفضلية. لكن يمكن 10 دقائق أو ربع ساعة أو الأخيرة بالنسبة للفريق السيتي تراجع إلى المنطقة العميقة وعمل على إغلاق المساحات. لكن بوجهة نظري فريق ريال مدريد إن كان يريد أن يضغط يجب أن يكون منظم، ولا راح يفقد وسط الملعب بصورة كبيرة. وقت طويل حتى تم تأكيد صحة هذا الهدف. الكرة أقرب بسنتيمترات من هالاند للمرمى. طالما التكنولوجيا موجودة محمد، محدش هيقول ولا قيل ولا قال. صحيح. ما فيش عمل بشري فيها كبير، إنما هو القرار. حاجتين لازم ريال مدريد يا محمد يتحسن فيهم الشوط الثاني.
اولا الفينش 4-5 فرص لازم الفينش تحط الكره في الشبكه، ادي واحد. الحاجه الدفاعيه، هو الفريق بيلعب ضغط عالي، عاوز يبقى ضغط عالي، ده مش ضغط عالي، ده ضغط وهمي. تعرف الضغط الوهمي؟ انا رايح عشان بس تكمله عدد، لا. فالفريق هجوميا هو بيوصل 5-6 فرص، حط الكره في الشبكه يا نجوم، يا الاربعه اللي قدام يا اللي ثمنكم 650 مليون جنيه استرليني. ايه، انا بوصلكم انتوا الاربعه، المساحات موجوده والفرص موجوده وبتروحوا واحد ضد واحد، حطوا الكره في الشبكه. ده انتوا بتلعبوا في الست ياردة يا كباتن. انتوا بتلعبوا في الست ياردة في اول 20 دقيقه، كل واحد بيتعزم على الثاني. لا يا كابتن، في دوري الابطال استغل. اول دقيقه 12 كان المفروض 2-0 ربع ساعه محمد 2-0، فالنتيجه خادعه. خلي بالك التقدم ده خادع. اللي بيلعب احسن ريال مدريد، اللي بيضيع فرص ريال مدريد، حاجتين بس يتحسنوا في الشوط الثاني: حط الكره في الشبكه، ولما تضغط عالي اضغط بشراسه، ما تبقاش ضغط وهمي. فالتقدم خادع يا جوارديولا. حاسب المساحات والاخطاء في الشوط الثاني، الاربعه اللي قدام ممكن يخلصوا في اي وقت. لكن ايضا ممكن السيناريو يتكرر، استمر ريال في اضاعه الفرص والسيتي يسجل في قواعد الفرص. لا يلوم الا نفسه. مستمرون معكم بعد شاهدنا ابرز واهم حدث الشوط الاول من هذه القمه، ولكن بعد فاصل اخر ابقوا معنا. يعود الريال في الشوط الثاني يوسف. والله ممكن محمد، اول شيء لازم يتحسن خصوصا في انهاء الهجمه بشكل جيد، لان 5 فرص ولا يسجل اهداف ربما مشكله. في مباريات مثل هذه يجب من اقل فرصه تسجل تكون نجاعه اكثر. عنده اللاعبين، ممكن ابراهيم يكون عنده دور كذلك، لانه دائما يعطي الحل لو استغلوا بشكل جيد أنشيلوتي ولم يتاخر كالعاده في تغييراته. بالاضافه كما قلت الجوانب الدفاعيه تشاوميني واللاعب اسينسيو المفروض يكونوا اكثر قوه، خصوصا في عمليه الترابط وعمليه الخروج وعمليه تموضع اللاعبين، مع الاضافه كما قلت الى اللاعبين كما قلت عنده كل الامكانيات انه يعادل النتيجه في اي لحظه. كابتن ياسر، وجهة نظري انه بيلينغهام متى ما عاد الى طبيعته في هذه المباراه وربط ما بين الخطوط، لانه في الشوط الاول احنا شفناه محسوب على المهاجمين فقط، لم يعد في يدافع ويساعد زملائه في الوسط في قطع الكره ولا حتى في صناعه الهجمه للمهاجمين. فانا اعتقد اذا كان سيستمر بيلينغهام بهذا الشكل وفقد في الوسط فالفيردي، فبناء الهجمه صعب جدا من العمق، يحتاج الى مودريتش من وجهه نظري. شكرا لكم مره اخرى الى عصام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجح النرويجي إيرليند هالاند مهاجم مانشستر سيتي في صيد شباك ريال مدريد بملعب الاتحاد مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب الملحق المؤهل لدور 16 بدوري أبطال أوروبا. بعد مرور 19 دقيقة على بداية المباراة، سجل هالاند هدف التقدم للسيتيزنز بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء بعدما هيأ له الكرة بصدر زميله غفارديول. يعد هذا الهدف هو الأول للدوري النرويجي أمام الفريق الملكي بعدما أخفق في هز شباك الميرينغي خلال 4 مواجهات سابقة كلها بقميص السيتي. بحسب شبكة سكواكوا الإحصائيات، فإن هالاند احتاج إلى 378 دقيقة و14 تسديدة للوصول إلى شباك الأبيض لأول مرة. كاد الهدف أن يلغى بداعي التسلل، لكنه احتسب في النهاية بعد مراجعة تقنية الفيديو التي أثبتت شرعيته، كما أفادت بأن هالاند وصل إلى هدفه 48 على مدار مسيرته في دوري الأبطال، متجاوزا الأرجنتيني سيرجيو أغويرو أسطورة ألمان سيتي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك لنواصل العمل. شكرا.